وديما في قصص الماء تتكون القصص مؤثرة وعظيمة. قبل سنوات كان كيعاني دوار بوغانيم من أزمة ماء كبيرة، إلى درجة أن الناس الدوار خلاو الدوار وانتقلوا لمناطق أخرى. كل ما إلا نقوم بليس نغوشي في الله نقوم دغ خصار نقوم دغوكار نقوم تختزر نقوم دغيم دوان إنا غنو فمك الحنا خصاتينا أسرقدو الغرض. تواصل معايا خليفة، واحد من الناس الدوار اللي عندهم حرقة كبيرة على بلادهم وناسها، زرتهم وشفت المعاناة الحقيقية ديالهم مع الماء، وقررنا نديروا لهم مشروع مائي. المحاولة الأولى اللي درنا تم حفر بئر بعمق 120 متر. نجحنا في الوصول للماء، لكن خرج مالح غير قابل للاستعمال. رجعنا ودرنا دراسة أخرى وحاولنا من جديد، وكان خاصنا نحفروا إلى عمق 85 متر فقط باش نوصلوا للماء وما نوصلوش للطبقة اللي فيها الملحة. فعلا حفرنا ووصلنا ل 85 متر وخرج الماء. هاد المرة الماء كان صالح للشرب، هاد الماء اللي غادي يغير معالم دوار بوغانم كلها. دابا هاد البير اخي خليفه هو اللي كيعطي الضوء، الحمد لله دابا الماء كاين كلشي. نعم الحمد لله، هذا هو البير بعد المحاوله الاولى اللي درناها، والحمد لله الماء خرج شويه شلوقي ماشي تا مالح غير قابل للشرب. دابا عرفتي شنو هي المرحله الجايه اخي خليفه؟ ان شاء الله المرحله الجايه كما اتفقنا هو اننا هاد الماء اللي كتشربوا من بعد ما تتخلصوا منه ما يمشيش في الخو. خاصنا نديروا شي ستاسيون ان شاء الله ديال تحليه الماء، وداك الماء يعاود يستعمل ما شاء الله. وهنا بدا تحدي جديد وكبير بزاف، خصوصا ان الدوار ما فيه شبكه صرف صحي، وإلا بغينا نجمعوا المياه المستعمله العادمه ما غاديش نقدروا. ولما كنا واحد البحر كان غير تمر الزناقي مكرسين والخنز والسروبه تمشيو في الزناقي وبنادم مكرس. بدينا الخدمه والحفر باش نديروا شبكه ديال الصرف الصحي ونجمعوا المياه المستعمله. وفي هذا الوقت كنت ابحث عن تقنيات ديال اعاده استعمال المياه العادمه. اتصلت بيا فرح اشباب اللي عندها صديقتها شيماء اللي خدامه باليابان بشركه متخصصه في معالجه المياه العادمه. من بعد مجموعه من الاجتماعات توصلنا لنتيجه كبيره بزاف، وكانت فرحتي عظيمه جدا بها، خصوصا وان شيماء وشركتها ومجموعه المؤسسات اخرى غادي يديروا المحطه اللي كتسوى ملايين الدراهم بشكل مجاني، وغادي يعطيونا تقنيه اول مره كتخرجها شركتها اليابانيه من اليابان للعالم. بعد معاناه كبيره وشهور من العمل المستمر تم انشاء المحطه. الحمد لله دابا الماء خرج ليكم، غادي تستعملوا داك الماء، وداك الماء اللي استعملتوه غادي نعاودوا نتريتيوه وان شاء الله تستافدوا منه. وجبنا احسن تقنيه يابانيه اللي عاد تشوف دابا هذا الماء ديال الواد الحار كيعاود يتريتا وكيعاود يخرج نقي كما كيقولوا الناس وعدتي وفيتي بلا وعد ديالك، وكيف ما نقولوا واخا نشكروك تنعيو ما نقدروش نشكروك، شكرا بعد الله سبحانه وتعالى. كما نقولوا هذا الفكر هذا انجاز وربما يكون اعجاز، والحمد لله اليوم كيتحقق. كان خليفه وناس الدوار جابوا مشروع من المخطط الاخضر بمساحه 40 هكتار من الخروب، ومن بعد ما جا الماء زادوا المساحه ل 180 هكتار ديال الخروب، اللي الى نجح غادي يحقق تنميه حقيقيه للمنطقه، وغادي ترجع الثقه ماشي غير الناس الدوار البوغان في ارضهم، ولكن لكل الناس اللي غادي توصلوا بقصتهم. يا سلام. عائلات كيجلسوا هنا كياكلوا كيشربوا اتاي وكيخضروا عيناتهم، والبيئه كتعرف. يا سلام حتى الهواء وداك حتى الهواء. يعني راه كاين عده منافع في حتى العين. دابا نتوما شحال تطمحوا يكون الانتاج ديالكم هنا 10 سنوات؟ و يعني انطلاقا من الدراسات ومن الناس اللي كنسمعوا على انه كل خروبه كتعطينا واحد 10,000 درهم حتى 8,000 درهم في العام، يعني راه
انا كانت واحد المقوله قالها لي السي المدير ديال الاقليمي ديال الفلاحه. قال لي خليفه بالحرف هنا اول غرسه درناها كيقول لي الا اعتنيتوا بهذا الغرس هذا ونميتوه، اللي عنده 10 يعيشوه واللي عنده 100 غناه الله. اليوم كل قطرة الماء استعملات غادي نعاودوا نعالجوها ونستعملوها من جديد بشهادات معتمده انها صالحه للاستعمال. اليوم الناس رجعوا لديورهم من جديد، والحياه رجعت لدوار بوغانم، وحتى قيمه الارض زادت هنا، وحتى الحاله البيئيه تحسنات، والخروب لقينا ليه الماء باش يعطينا في افق السنوات المقبله الاطنان من الخروب اللي غيعود بالنفع على الدوار وعلى المحيط باكمله.